احنا النهارده داخلين على منعطف تاريخي. احنا النهارده هنتكلم عن فريق العمل، حاجة واحدة من أخطر المراحل اللي ممكن تمر عليك وانت بتبني البيزنس بتاعك، او وانت بتبني نفسك. وبتحاول ان انت تزود الأعمال بتاعتك. ليه؟ لأن انت المرحلة دي مختلفة تماما عن كل المراحل اللي فاتت. المراحل اللي فاتت كلها انت متحكم فيها. المرحلة دي تحكمك فيها مختلف شوية، لأن انت بتبدأ تدير المعركة اللي انت موجود فيها، اللي هي في وسط السوق ولا في وسط الشغل في وسط المنافسين. ولكن انت ما بتديرش بنفسك، انت بتدير بغيرك. انت بتبدأ ان انت كنت متعود ان انت لما بتيجي تكتب حاجة بتكتبها، فانت عندك مايند سيت معينة بتكتب بيها. المرة دي مش انت اللي هتكتب، ده انت محتاج ان انت تعلم حد تاني هو اللي يكتب الحاجة وهيكتبها بدالك. كل مرة انت بتتعامل بشخصيتك انت بطريقتك انت. المرة دي حد تاني هتفوض له مهام كنت انت بتعملها، ومحتاج ان هو يعمل المهام بنفس الطريقة بتاعتك واعلى. طيب اول حاجه، احنا هنتكلم النهارده عن فريق العمل. بس قبل ما ابدا من فريق العمل، هو احنا ليه بنعمل ده؟ انت هجاوبك ببساطه شديده جدا. انت عشان تتنقل من تتنقل من فكره ان انت عمل شخصي او موظف، لفكره ان انت مشروع، او لفكره ان انت بتشتغل بشكل مختلف شويه. الفكره هنا بتختلف بشكل كبير جدا. لان انت لما بتشتغل بشكل فردي فانت كانك موظف، انت ستيل مش انت المشروع في الحاله ديت. ممكن بقى يكون انت بقى وشطارتك، يبقى عشان تحدد ثمنك وسعرك في السوق هيبقى عامل ازاي، او سعرك هيبقى كام. لكن في حاله ان انت بدات ان انت خلاص تختار موظف، او تختار ناس تانية تبدا ان انت تشتغل معاك، ففي الحاله ديت انت بدات ان انت تحول الفكره، او تحول دورك الوظيفي لمشروع. بتحاول ان انت ترفع الاداء بتاعك، بتحاول ان انت تكون موجود بشكل اكتر في وسط السوق. وبالتالي لان انت في الاخر مش هتعرف تعمل كل المهام. طب امتى تعمل ده؟ لما تلاقي نفسك فول كاباستي، انت مثقل بالمهام تماما وما بقتش قادر تنفذ المهام بشكل كويس. فانت خلاص فول كاباستي، انت مش قادر تعمل المهام، بالعكس في حاجات تانية مطلوبة منك وانت مش قادر ان انت تعملها. وده طبعا اكيد بالتالي لقيته اثر على الاداء. يعني ايه اثر على الاداء؟ يعني بصيت لقيت ان انت لما بدات تعمل كده، لقيت ان انت الاداء بتاعك بدا يقل، لان انت محتاج ان انت تقلل الجوده عشان تقدر تنفذ كل المهام المطلوبه منك. في الحاله دي انت محتاج ان انت تفوض جزء من المهام اللي معاك لحد معاك من التيم، او لحد جديد من التيم. ممكن الشخص ده يشتغل معاك فول تايم ولا بارت تايم ولا از فريلانسر. المهم ان انت هتفوض جزء من المهام اللي انت كنت بتعملها بايدك لشخص تاني، وتبدا ان انت تتفرغ عشان تقعد رافع الكواليتي بتاعت الحاجه اللي انت بتقدمها، او الحاجه اللي انت بتشتغل بيها. طيب لما اجي، هل فريق العمل ده هل له شرط معين؟ فريق العمل بيمر بخمس مراحل. الخمس مراحل دول، ايا كان فريق العمل ده عامل كام شخص، الفريق العمل ده ايه المهام المطلوبه منه، لازم في الاول بتلاقي نفسك بتمر بخمس مراحل. اول مرحله هي مرحله التشكيل، ومرحله بيسموها الفورمنج. فورمنج يعني ايه؟ ان انا بختار الناس. وهنا ببدأ إن أنا باخد جولة كبيرة أوي عشان أقدر أوصل للناس اللي بالفعل مطابقين للمعايير اللي أنا محتاجها كمشروع. اللي بالفعل طبعًا اتكلمنا قبل كده بفكرة إن أنا مش باختار الناس عشان بس الكفاءات، ولكن بشكل رئيسي عشان العقلية بتاعتهم، بيفكروا إزاي. هو مجتهد وعايز يشتغل، السوفت سكيلز اللي موجودة عنده. فببدأ أدخل في مرحلة الفورمنج دي في الأول. مرحلة الفورمنج دي بتاخد، لو أنا أحسنت مرحلة الفورمنج ديت، بتاخدني للمرحلة اللي بعديها، وبتخليني أكون أقل بكتير قوي في المرحلة التانية، ألا وهي مرحلة الستورمنج. مرحلة الستورمنج اللي هي بيسموها مرحلة العاصفة. إيه مرحلة العاصفة دي؟ مرحلة العاصفة ديت إحنا ناس غريبة ما كناش بنتعامل مع بعض، بقى معايا فريق واحد أو اتنين أيا كان عددنا. فمش عارفين بعض لسه. فلسه بادئين ان احنا نتعرف على بعض. كل واحد فينا له طباع مختلفة عن التاني. طريقتنا في التعامل لسه، هو الشخص اللي بيشتغل معايا مش عارف طريقة شغلي عاملة ازاي. فبيبدأ مرحلة الستورمنج ديت ان احنا نبدأ ان احنا نبني فيها القواعد، نبني فيها الاسس اللي احنا هنشتغل عليها. لو حصل اي حاجة خلافية نبدأ نحلها كقاعدة، ما نحلش الموضوع بس الخلاف ونبدأ ندخل في اللي بعده هيكبر بعد كده. ولكن لو حلينا خلاف نشوف ايه السبب او ايه الاساس اللي خلى الموضوع ده يبقى موجود، ونبدا ان احنا نشوف طب احنا عشان ده ما يتكررش في المستقبل نعمل ايه. عشان تاخدنا للمرحله اللي بعديها بعد مرحله الستورمنج، هي مرحله النورمنج. الا وهي مرحله بقى ان احنا بننمو. مرحله النورمنج ان احنا خلاص احنا اتعرفنا على بعض، حطينا القواعد، بدأنا نشتغل خلاص، بدأنا ننزل السوق، بدأنا ننزل الماركت، بدأنا نكلم ناس. كل واحد بيعمل حاجة هو عارف ان هو بيعملها ازاي. لما بحب اطلب اي مهمة من اي حد معايا في الفريق،
بس باقول له اعمل كذا، فهو فاهم دماغي بشكل كامل وعارف إيه اللي أنا هاعمله، أو إيه اللي أنا طالبه، وإيه الquality الجودة اللي أنا عايزها، وإيه الحاجة الروح أو الvisual اللي هو محتاج إن أنا أشوفها في الطلب اللي أنا طالبه منه. فإحنا خلاص بدأنا نشتغل مع بعض عشان ندخل المرحلة الرابعة، ألا وهي مرحلة الperforming اللي هي مرحلة بقى الأداء. إن إحنا بدأنا نتحرك مع بعض وبدأنا نلمس نتايج على أرض الواقع. بدأنا كل واحد في الفريق يعمل الدور بتاعه، وفي نتايج بتحصل وبتتحقق، واللي عملناه في المراحل اللي فاتت بدأ يظهر جدًا، وبدأ كمان الدمج ما بيننا إحنا كفرق عمل وشغالين بشكل كويس. فالنتايج بدأت تبقى واضحة، والشغل على أرض الواقع بدأ يبقى واضح، عشان تيجي للمرحلة الأخيرة اللي بيسموها الadjourning دي دايمًا بتبقى مرحلة يا إما مرحلة انتهاء، فالكيرف بيقف عندها خلاص إحنا واقفين هنا، وأحيانًا بتبقى مرحلة استقرار طويلة المدى شوية. يا إما المرحلة ديّة بتبقى مرحلة نمو جديدة، إني أنا بابدأ فريق جديد. يعني إيه بابدأ فريق جديد؟ أنا موجود دلوقتي، خلاص أنا خلّصت المشروع بتاعي، أنا كان عندي حاجة عايز أعملها، عملتها، الفريق كلّه عرف بعضه، خلاص تمام. مرحلة الانتهاء ديّة إن إحنا خلاص يا إما هنثبت على الوضع بتاعنا دلوقتي، هنفضل شغالين على الوضع ده فترة، لا هنزوّد الإنتاج ولا هنزوّد فريق العمل ولا هنزوّد خطط وأهداف جديدة، يا إما ناخد مرحلة التطوير اللي هو إيه، لأ ده إحنا هنحط بلان aggressive بلان قوية نبدأ نشتغل عليها الفترة الجاية. لأ ده إحنا هنزوّد مهام تانية علينا محتاجين إن إحنا ننفذها. طب ده هيفرق في إيه؟ ده هيفرق في إني أنا لمّا أعمل تطوير فأنا كإني بأسس كيان جديد وبابدأ من الأول. ما هو أنا عشان أزوّد الناس، فأنا متوقع إن أنا أزوّد الأعمال بتاعتي، فأنا بالتالي هابدأ من الأول خالص من مرحلة الforming تاني، وآخد نفس الدورة، وهتستمر دورة الحياة بالشكل ده في فريق العمل. ف في كل أمّا تيجي تبدأ أي شغل جديد، أو أي أمّا ينضم ليك موظف جديد، أو حد بيشتغل معاك جديد، لحد ما تقدر إن أنت تكبّر الكيان بتاعك، وتقدر إن أنت تكون كيان موجود فكلّه يندمج جوّه المنظومة. فبالتالي يبقى الموضوع بالنسبة لك بقى سهل، وفكرة الأهداف بقت أسهل بكتير، لإن أنت مش بتعمل الحاجة بإيدك، أنت بالتالي بتفوّض جزء من مهامك، أنت بتدّي دراعاتك ورجليك وعقلك لناس تانية تبدأ إن هي تنفّذ، فتبدأ أنت تفكّر في أهداف تانية أبعد وأهداف تانية أكبر. الفكرة هنا إن فكرة فريق العمل هي من أهم المراحل اللي أنت منها بتعمل نقلة نوعية، من فكرة إن أنت بتشتغل فردي وبتشتغل لوحدك وبتشتغل موظف عند نفسك حتى لو أنت بتشتغل حاجة خارجية، لفكرة إن أنت بتفوّض حد في المهام بتاعتك، وإن أنت بتبني مشروع بالفعل. وفكرة فريق العمل أو مفهوم فريق العمل هنا مش معناها موظفين كلّهم full time، مش شرط. فكرة فريق العمل إن أنت ممكن يكون أنت بتعمل محتوى، فأنت محتاج حد يساعدك في الcontent، أو حد يساعدك في الإعداد، حد يساعدك في الthumbnail، أو الdesign اللي أنت بتعمله، حد يساعدك في فيديو لو أنت بتعمل فيديو editing، حد يساعدك في الmotion يعني ممكن يبقى كلّها ناس freelancers، بس هو في الآخر فريق عمل، لإن أنت في الآخر مش هتعرف تشتغل من غيرهم، مش هتعرف تكون موجود من غيرهم. حد يشتغل معاك في التسويق، حد يشتغل معاك في المبيعات، وهكذا. وفريق العمل ده كلّه محتاج يتعامل مع بعضه، لإن في الآخر التسويق بيُقف على اللي هيعملوا له الdesign، على الcreative، والcreative بيُقف على والcontent لازم يكون هو في الآخر فريق العمل بيندمج في بعضه، عشان يقدر إن هو يطلّع الوحدة الواحدة اللي هو الproduct اللي أنت أو الservice اللي أنت في الآخر هتبدأ إن أنت بشكل شخصي تبيعها، أو كفريق عمل تبدأ تشتغل عليها. فابدأ من دلوقتي، خطّط لو أنت بتشتغل فردي لمرحلة فريق العمل، ابدأ ارسم خطة، ما تشتغلش بشكل عشوائي، لأن الموضوع ما بيمشيش بشكل عشوائي أبدًا. استعد، وكل مرحلة أحسن الاختيار فيها، لأن أنت لو أحسنت الforming يبقى أنت هتقلل الstorming، لو أحسنت البداية خالص والتشكيل، هتلاقي إن الصراع بقى سهل، لأن أنت من الأول متفق على كل حاجة، فممكن تتجاوز المرحلة دي للمرحلة اللي بعديها على طول بسهولة، وما تطوّلش في المرحلة دي. ده اللي حبيت أشاركه معاكم النهارده. قُل لنا مين فريق العمل بتاعك، وناوي إمتى تبدأ تختار فريق العمل، وإمتى هتتنقل النقلة من العمل الشخصي للمشروع. شكرًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.